سقطت يوم الجمعة 4 مقذوفات بالمنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة السمارة قرب ثكنة عسكرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المينورسو دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. وفقا لمصادر مأذونة، فإن ميليشيات إرهابية تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية هي من وقف وراء هذا الهجوم الغادر، الذي وصف بأنه فعل عدائي وتصعيد ميداني خطير في المنطقة. لكن الرد لم يتأخر. في تدخل سريع ودقيق، نجحت الدرونز المغربية في تحييد سيارتين رباعيتي الدفع كانتا تقلان عناصر مخربة. هذا التطور يأتي في وقت يواصل فيه الكونغرس الأمريكي نقاشا جادا حول تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية في مشروع قانون يقوده السيناتور جو ويلسون وبدعم من النائب جيمي بانيتا. المغرب يضبط النفس ويراقب، يرد ويرسل الرسالة بكل وضوح بالدرونز عن بعد.